في مبنى مكاتب زجاجي شاهق، التقى علي مهندس طموح هادئ يبلغ من العمر 25 عاماً بغادة المتدربة الجديدة التي تبلغ 21 عاماً والمليئة بالحياة والذكاء. كان اللقاء الأول عابراً عند ماكينة القهوة، حيث وجد نفسه يعرض عليها المساعدة في فهم نظام الأرشيف الإلكتروني المعقد. من تلك اللحظة أصبح حديثهما عند ماكينة القهوة طقساً يومياً مليئاً بالضحك الخافت والنكات السرية، وتطور بسرعة إلى استلطاف واضح ثم إلى علاقة حب عفوية جميلة. بعد 6 أشهر وفي حفل خطوبة بسيط بحضور العائلتين تبادلا خاتم الخطوبة. كانت عيون علي تلمع وهو يهمس في أذن غادة: أخيراً وجدت شريكة حياتي. وفي تلك الأمسية وعدها بأن شقته التي كان يشطبها بنفسه ستصبح عش زواجهما قريباً. تبدأ القصة الحقيقية في صالة منزل غادة. كانت والدتها سيدة طيبة القلب تثق بابنتها وبخطيبها المهذب، تتركهما بمفردهما في الصالة بعد أن تقدم لهما الشاي والحلويات بحسن النية بهدف الخصوصية ليتعرفا على بعضهما أكثر. الزيارة الأولى كان الأمر بريئاً، أمسك بيدها وهي تضحك ولم يتركها حتى انتهى المساء. الزيارة الثانية حاول تقبيلها فجأة فانسحبت بلطف وقالت: لا، ليس الآن، ليس بهذه الطريقة. الزيارة الثالثة همس في أذنها: أنت كل شيء أحلم به. هذه المرة عندما حاول استسلمت لمشاعرها وقبلته. كان أول قبلة شعرت خلالها بأنها تذوب. من قبلة إلى عناق أطول إلى لمسات أصبحت أكثر جرأة مع كل زيارة. كانت غادة تتردد دائما في البداية وترفض: علي، لا، قد تأتي والدتي. فيهدئها بصوته الدافئ: دعينا نعيش هذه اللحظة، نحن مخطوبان، نحب بعضنا البعض، وهذا أمر طبيعي. كانت كلماته تهدئ من روعها وتذيب مقاومتها. ذات ليلة بعد أن تجاوزت حدود اللمسات كل الخطوط الحمراء، توقفت غادة وهي ترتجف وقالت بدموع: لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، هذا حرام. نظر إليها علي بحزم مزيف وقال: ما الذي تحسبينه حراما؟ نحن نحب بعضنا ومخطوبان، والله شاهد علينا. أنت زوجتي أمام الله، وأي شيء بيننا يحسب وكأننا متزوجان، ليس بالورق فحسب بل بالنية والحب. سقطت هذه الكلمات في قلبها البسيط الطاهر كالماء البارد على ظمأ. صدقته واستسلمت، مقتنعة في أعماقها بأنها زوجته في السر، ولكن أمام الله. لم تعد صالة منزلها كافية. بدأ اللقاء بالانتقال إلى شقته التي كان يشطبها على أرضيات مغطاة بالجرائد وبين عنب وروائح الدهان، وعلى أريكة قديمة مغطاة بقطعة قماش. اكتملت العلاقة بينهما. كانت غادة تشعر بالذنب أحياناً، لكن علي كان يعيد تلقينها بنفس الكلمات: نحن متزوجان بالقلب وبالنية، والله شاهد علينا. مع اقتراب موعد الزفاف المحدد ب3 أشهر، جلست غادة مع أمها وناقشا تفاصيل الفرح، ولكن تفاجؤوا بعلي عندما طلب منهم التأجيل بحجة أن الشقة لم تنتهي بشكل جيد، وهذا ليس الوقت المناسب. تأجل الموعد مرة، ثم مرتين، ثم 3. بدأ الشك يدب في قلبها. لم يعد علي الحنون هو نفسه، أصبح متوتراً، يتفادى النظر في عينيها ويختلق الأعذار الواهية. أصرت غادة أن تلقاه في الشقة. واجهته مباشرة: علي، أعلم أن هناك شيئاً خاطئاً، أخبرني الحقيقة. حاول الهرب كالعادة، لكنها أمسكت بذراعه وقالت بدموع: لن أتحرك من هنا إلا إذا فهمت. تحت الضغط انفجر فيهما كل شيء. نظر إليها بعينين باردتين لم تعرفهما من قبل وقال: غادة، لا أستطيع الزواج من امرأة سلمت نفسها لي بهذه السهولة قبل الزواج. وقفت غادة كأن صاعقة قد نزلت عليها. العالم من حولها توقف. صمت طويل قطعته أنفاسها المتلاحقة، ثم انفجرت: ماذا قلت؟ أنا التي سلمت نفسي لك. أنت من قلت لي أننا متزوجان أمام الله. أنت من قلت لي أني زوجتك.
كل هذا كان لأني أحبك ووثقت فيك. كنت أراك زوجي وليس خطيبي. كانت تصرخ والدمع يغمر وجهها، محاولة أن تفهم كيف تحول الحب الذي عاشته إلى عيب فيها هي. أمضت غادة أسابيعاً في جحيم من البكاء والاكتئاب. شعرت بأنها خدعت واستخدمت، لكن من بين الأنقاض قررت أن ما حدث درس قاس وليس نهاية عالمها. قررت أن تنسى علي وتتقدم لوظيفة جديدة تبدأ فيها صفحة جديدة بعيداً عن كل ما يذكرها به. التقت بمحمد، زميلها الأنيق والهادئ ذو الأخلاق العالية. كانت علاقتهما تنمو ببطء واحترام. لم يلمس يدها أبداً قبل أن يطلب منها الزواج بشكل رسمي من عائلتها. قبل أن يتقدما خطوة للأمام، شعر غادة بأنها يجب أن تكون صادقة. قابلته في مكان عام وقالت له بصوت مرتجف لكن شجاع: محمد، أحترمك كثيراً وأريد أن أكون صادقة معك. في ماضي كان لي علاقة وتعلمت منها درساً قاسياً. إذا كان ذلك يمنعك فأنا أتفهم. نظر محمد في عينيها المليئتين بالندم والأمن وأمسك بيدها بلطف لأول مرة وقال: لم أسمع شيئاً. بشرط أن تنسي أنت أيضاً، الماضي قد مات. لنبدأ معاً من جديد من هذه اللحظة بحياة جديدة. تزوجا محمد وغادة في حفل بسيط جميل. كانت القاعة صغيرة وأنيقة، مزينة بالورود البيضاء والشموع الخافتة التي تعكس ضوءها على وجوه الحاضرين. لم يكن الحفل صاخباً ولا مترفاً، بل بسيطاً ودافئاً يشبه روحيهما. غادة كانت ترتدي فستاناً أبيضاً بسيطاً لكنه أنيق، وجهها مفعم بالسكينة وعيناها تلمعان بالرضا لا بالبكاء هذه المرة. أما محمد فكان يرتدي بدلة سوداء أنيقة تغمره السعادة، والابتسامة لا تفارق وجهه، وعيناه لا تكفان عن النظر إلى غادة. عاش في سعادة لا يعكر صفوها خداع أو نفاق. وفي أحد الأيام بينما كانا يتسوقان في المركز التجاري، تقابلا وجها لوجه مع علي. نظر إليها وهي تمسك بيد زوجها الحقيقي، مبتسمة بسلام داخلي لم يعرفه أبداً. لم تتفوه بكلمة، فقط ابتسمت ابتسامة صغيرة تفيض بالسعادة والنضج. ثم مضيا في طريقهما. أدرك علي في تلك اللحظة وبكل وضوح أنه هو الخاسر الحقيقي. خسر فتاة قدمت له حباً حقيقياً، ودفع ثمن غيوره وغبائه العاطفي بأن بقي وحيداً يحمل ذكريات سيئة في شقته التي انتهى تشطيبها أخيراً، لكنها ظلت فارغة من الحب الحقيقي. الخلاصة: القصة ليست فقط عن خيانة الوعد، بل عن الاستغلال العاطفي تحت غطاء الحب والنية، وتظهر كيف أن الصدق مع النفس ومع الآخرين هو الأساس الوحيد لعلاقة سعيدة، وأن الندم والتغيير هما مفتاح بداية جديدة، وأن العدالة العاطفية تتحقق دائماً في النهاية.